أجيال ولا أجيال حتعيش على حلمنا يلي نقول اليوم، واحصل على عمرنا. أجيال ولا أجيال حتعيش على حلمنا يلي نقول اليوم، واحصل على عمرنا. يبعث يوم النهاية يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. يا أهلين وسهلين بهالقامة بهالعين حبيباتنا المشاهدين. أجيال ولا أجيال حتعيش على حلمنا، نلبح بالمونديال ونفرحوا لشعبنا. ايه يا اخواتي، صحيح انه نتائج المنتخبات العربية بجولة الماضية بالمونديال كانت بتخجل، بس مو مشكلة يا اخواتي، الله كريم. المهم ما نضل ورا منتخباتنا العربية، بلكي الله بيكلمهم بيكلمنا، وطابة مدولة ولسه ما خلصت البطولة والامل لساته موجود. يا رب. نعم يا اخواتي، الاصرار والتدريب والمثابرة هن طريقنا للفوز، وان شاء الله منفوز وبياخد المونديال شي فريق عربي قادر يا كريم. واذا ما مشي الحال ما لنا غير نتبع اساليب ملتوية مثل مشجعي الفريق الغاني. معقولة ناكل تبولة؟ معقول يكون هالعمل جاب نتيجة وخلى الفريق الغاني يلبح على بنما 1-0 حوالينا ولا علينا؟ أخي نحن العرب مو شاطرين بهالقصص، لهيك ما لنا غير التدريب والإصرار والتوفيق على رب العالمين. وطبعا بالرغم من المصايب اللي صارت بالمونديال وتنظيمه، ولكن لا يخلو الأمل من مشاهد بتلد الروح للإنسان ونشوف فيها معاني الإنسانية والرحمة مثل هذا الفيديو. حركتك نعم يا اخواتي، هذا الاب الاعلاني لا طريقه لحتى يقضي الابن الكفيف يتابع المونديال. يا عمري انت يا اخي والله الحق معه، مباريات حاميه، منافسات نار، خاصه مباراه فريقه الاعلاني مع بلجيكا. يا اخي الظاهر انه تبويس القران جاب نتيجه، الفريق الاعلاني رغم ظروفه الصعبه صمد، وخاصه حارسه اللي لفت الانظار بتصدي لكرات كتير صعبه ولي اكلناها. بكره الاعلانيين اذا بدهم يسكروا مضيق هالمول بحطوا هالحارس على بابه إيه لحتى ما يخلي يطير الطير. الله يجيلنا. وطبعا بهالمونديال صح في مواهب جديده وواعده مثل يامال البطل، ولكن الواحد خاصه اذا كان من جيل الطيبين مع كل مونديال بضل بحن للاعبين الجيل الذهبي مثل مين؟ ما في غيره، مارادونا. دييغو لن تأتي الملاعب بمثلي يا أخي، كنت معلم بكل شيء مو بس بالملعب والمواقف كمان. شوفوا لي هالموقف هذا. Los americanos me daban un premio y me daban un premio en Cuba. Dije, americanos, quédense con el premio, yo voy a recibirlo a Cuba. مالك سهل والله يا دييغو، ولذلك أنت مارادونا، ولذلك أنت البطل. طيب شو بدك بهالحكي؟ حدا بيرفض هدية من أمريكا؟ يا أخي بعرف واحد مو بس ما رفضها للهدية، وصار كل ما يقيم إيده عم طيزه يشكلنا فيها، مع إنه الهدية كانت شو؟ قنينة عطر يا بابا. إيه نعم قنينة عطر يا أخي، هي مو مجرد هدية، هي علبو صداقة بل أكثر من ذلك، وتحالف بل أكثر من ذلك، وتبعية. لا شو هالحكي؟ وين تبعية ما
تبعية. ليكو ابوها لايفانكا عم ينغم انه بده يدفش لحمود الوهل على لبنان، لكن احمدنا عم يلفس، قصدي عم يرفض. في خبر عاجل، كشف الرئيس الأمريكي أنه اقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا مهمة القضاء على حزب الله. إيش هلا يا أبو محمد الزعيم تضل عم تلفظ؟ لأن والله مو فوتي. المشكلة أبوها لإيفانكا كل شوي بيزكل إنه هو يلي حطك بلا معنى، وصار في بيناتكم خبز وملح، قصدي هدايا وعطل، وما بعرف إذا قدران ترد له طلب. ما حلوة ما هيك؟ طيب شو العمل؟ قصة مشلبكة، من جهة أبوها لإيفانكا بده يدفشوا لحمودي على لبنان، ومن جهة كأنه بده يطلعوا للنتي. شو هالحكي؟ And I suggested to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I'll tell you what, Israel is fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. طيب أنا عندي حل. شو هو؟ أبو محمد الوهي، بما أنه أنت وأبوها لإيفانكا صار في بيناتكم علاقة عاطفية، وحتصيروا قريبا طيزين بالباس، يا أخي جماعة اللبات مع شوية أوزبك وتركستان وهجموا على النتن يا أخي، وحللوا سوريا ولبنان من الأزلاء، وحياة لدقني وقتها الأصفر لحتى يسلم سلاحه. جماعة صاروا عم يقاتلوا الأزلاء 40 سنة، احملوا كتف عنهم، اخطي وقاتلوهم انتو، قصدي قاتلوا الأزلاء مو الأصفر، يا من تدعون أن القدس بعد دمشق. وهيك أبوها لإيفانكا رضيان، وانت رضيان، والأصفر رضيان، بس الأزلاء زعلان، ويبلى بحلو يلي ببالي مياو. يا أخي صحيح إنه أبوها لإيفانكا عم يبهدلوا للنتين، بس مو بعيدة تكون القصة خناق صياغ يا بابا، وضلاط عبلاط، والطفل ما بيطلع من الجلد يا حبيبي، والدم ما بيصير مي يا خيو، خاصة إن كان دم أزلة. بس على كل الأحوال الله يدب الخلاف ويطفيها بيناتهم بشي تنقة بنزين وتشعل أكتر من مالها شعلة. ليش وين شعلة كمان؟ عند الأزلة يا بابا، بالفترة اللي حليدي ما بيحلدوا بيطلعوا مظاهرات ضد التجنيد. يا رب الله يعمي على قلبهم أكثر من ما له معمي، ويوقع كيدهم بين بعضهم. استعجلوا يا أخي سووا لنا شي فتنة من يلي بيحب القلب، بس هالمرة سووها عندكم مو عنا. ليش إمتى صارت عنا؟ هي ما كل يلي عايشينه فتن يا بابا، وهي آخرها. يعني الشعب بسوريا مو ملاقي ياكل، وفواتير الكهرباء بتقص الظهر، ومي ما في، وهدول الاوادم بلا معنى ما لقوا مشكله الا انه لازم يطلعوا هيك مظاهرات ويفوت الحابل بالنابل. من الواجب التأكيد أن العدالة لا تبنى على الانفعال ولا تتحقق عبر الأحكام المسبقة أو العقوبات العشوائية أو منطلق الثأر، وفي المقابل فإن الدولة ترفض بصورة قاطعة أن تتحول المطالبة بالمحاسبة إلى ممارسات انتقامية أو مسارات غير قانونية أو اتهامات جماعية لا تستند إلى أدلة. أخي أنا عندي حل، جمعوا لنا هدول مع هدول، جمعوهم بمكان ببلد واحد وخليهم يعيشوا مع بعض ويعاملوها بالحب. بدنا نعمرها ما عاش يلي زعلها، بالحب بدنا نعمرها ما عاش يلي زعلها، سوريا الحلوة مجملها لعيونا كل شي بي. وما نحن خلونا نحلم نتأهل لكأس العالم، وإذا تأهلنا نحلم إنه نفوز. جيد غزال على الكرة، وين الصورة؟ إلى المونديال، هيا بنا إلى المونديال، هيا بنا. هلا والله كايشان يا حبيبي وراجب على العرب يا سلام محسوب على نسيت أذكركم إنه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وإذا لم تفعلوا فاعلموا أن يلي ببالي قد منعكم، يبلى بحلو يلي ببالي مياو. أنت عربي ابن الصحراء والبادية، كما قلت هذه الستة لم تكن أمي
خضراء العين ولم يكن أبي أشقر اللون، أنا عربي الهوى والانتماء.